السويس بلد تخطف عينك من أول لحظة، هدوء وجمال وإطلالة. فلو بتحب الأماكن الهادية والرايقة فأكيد هي المكان المناسب ليك. ولو عايز تقضي يوم حلو وعلى شط قناة السويس على طول فمفيش قدامك غير مكان واحد وبس، وهو نادي كنت. وقبل ما ندخل المكان فلازم نعرف ان نادي كنت موجود في بور توفيق جوه النادي الاجتماعي قدام الترسانة البحرية. وبمجرد ما هتدخل المكان هتحس بجو الشمس والمية وسحر الطبيعة واللمة الحلوة، حاجة كده من الزمن الجميل. من نظافة المكان لجمال الديكور لتعامل الاستاف والمراجيح اللي هتبسط الكبار قبل الصغيرين. ومش بس كده، ده انت كمان لو عايز كيدز اريا لولادك ينبسطوا ويلعبوا فيها هتلاقي كيدز اريا لطيفة جدا، سواء من حيث الامان او الديكوريشن او الالوان. ولو كلمتني عن القعدة فوق مع فنجان قهوة مظبوط فدي حاجة آخر مزاج. هتفطر قدام أحلى فيو للسفن وهي داخلة قناة السويس، حاجة تخطف القلب حرفيا، مع كمية راحة نفسية هتنسيك زحمة الدنيا ومشاغلها. ولو استنيت حبة كمان تقدر تتغدى على صوت ألحان الكمان مع مشهد الغروب التحفة. وطبعا قائمة الأكل ملهاش نهاية، يعني لو عايز بس تلاقي، ولو عايز مشاوي تلاقي، ولو عايز تاكل بيتزا وشوية سندوتشات على السريع مع صحابك فبرضه طلبك هيكون موجود. واما بقى لو انت من عشاق الاسماك والمأكولات البحرية فساعتها مفيش قدامك غير مطعم فيش، من استقبال مميز وديزاين جميل جدا واللي الاكل فيه طعمه عدى كل الحدود. من شوربة السيفود الكريمي من جندوفلي وجمبري وسوبيا بطعم وتتبيلة وخلطة خطيرة واللي هتخليك ما تجربش السيفود في اي مكان تاني، للرز بالجمبري اللي كان طعمه حكاية، وطاجن السوبيا الجامد مع سلطة الكافيار والسلطة الخضراء واللي كله طبعا معمول بكواليتي عالية جدا. واما بقى لو انت حابب تختار اكلك بنفسك فهتقدر تختاره بالواحدة من بين تشكيلة كبيرة ومتنوعة بيقدمها المطعم. وبهنا تكون انتهت رحلتنا في نادي كنت، اللي بالنسبة لي كان واحد من اجمل الاماكن اللي زرتها في السويس.